حدثني أحد الرجال الأفاضل من محافظة عين بن فهيد بالأسياح يقول: عندي عدد من الإبل تقارب 200، ففقدت قعودا وهو الحاشي الصغير، فسألت الراعي فتفطن لذلك، فراقب الراعي الرعية حين رجوعها في المساء، فلاحظ أن القعود يتأخر حينما تصل الرعية إلى مراحها أو مكان استراحتها ومنامها، ثم يأخذ ذلك القعود يأخذ مسارا آخر لجهة اليمين، فتابعه الراعي فإذا هو يسير أكثر من 20 كيلا متوجها إلى نفود أو ما يطلق عليه بنفود الثوير، ثم يجلس هذا الحاشي. وكانت المفاجأة أن هذا الحاشي يذهب وينام بجوار أمه التي ماتت منذ أكثر من 45 يوما، يتشمم رائحتها ويمس جسمها، وقد حفر جادة يسلكها كل ليلة، وكانت آثار جلسته عند أمه قد وضعت لها أثرا عن يمين أمه ويسارها وهي جثة هامدة. لفتة أقول: الحيوانات أرحم منك وأكثر إحساسا. إني أخاف عليك أيها العاق أن تكون شقيا في الدنيا والآخرة.